الآمنة وغير الآمنة. جميعنا نعلم ما هي اللمسات الآمنة، كاحتضان الوالدين لنا أو التحية باليد مع أصدقائنا. أما اللمسات غير الآمنة هي لمس المناطق الخاصة بجسدك. لا تسمح لأحد أبداً بلمس مناطقك الخاصة، ولا تقبل بلمس مناطقهم الخاصة أيضاً، ولكن من المقبول للطبيب بلمس مناطقك الخاصة أثناء فحصك بوجود والديك. هذه هي اللمسة الآمنة. أما عندما يقوم شخص بلمسك بطريقة غير آمنة، سوف يرغمك أن تجعل الأمر سراً، وقد يحضر لك الهدايا حتى لا تخبر أحداً، ولكن يجب عليك دائماً أن تخبر والديك مهما كانت الظروف. إذا قام أحد أفراد عائلتك بلمس مناطقك الخاصة، يجب عليك أن تخبر أباك أو أمك فوراً. لا تقلق، هذا ليس خطأك بالتأكيد. يريد والداك أن تخبرهم إذا حدث لك ذلك. يجب أن تخبرهم، وكن متأكداً بأن هذا الأمر لن يحدث لك مجدداً أبداً. لا تلمسني، لن أسمح، لا لمساتك أعرفها تؤذي، لم تنوي دلالا. أبعد عن جسدي لي وحدي، خذ من ربك سيجازي من يؤذي أطفالا. إن لم تمضي وتتركني أصرخ وأنادي أمي، هي تحميني. لو قالك حد تعالى معايا من ناس الوحشين، هنقول لي ماما وبابا علي علشان مؤدبين. احنا الأطفال شطار، ما نروحش مكان مع حد غريب، ومحدش يلمس حتة في جسمي عشان ما يصحش عيب. أنا سقفة 3 سقفات